مو جديدة الكل على أحمد راضي. منو أحمد راضي؟ تعالوا خلينا نتعرف على أسطورة الكرة العراقية المرحوم أحمد راضي. أحمد راضي هميش الصالحي من مواليد 1964. أصوله قلعة صالح في محافظة ميسان، لكنه كان يسكن في العاصمة بغداد في منطقة حي العامل. في عام 1979 بدأ مسيرته مع شباب نادي الشرطة ولعب لموسم واحد، ثم انتقل لنادي شباب الزوراء وأيضا لعب لموسم واحد. وبمسيرته الاحترافية لعب لنادي الزوراء ونادي الرشيد، ثم احترف مع الوكر القطري وسجل مجموعة أهداف مع الأندية 151 هدف. مثل المنتخبات الوطنية من 83 لغاية 97، لعب 125 مباراة وسجل 65 هدف. هو صاحب الهدف العراقي الوحيد في كأس العالم 86 أمام المنتخب البلجيكي، وصنف أفضل لاعب في آسيا عام 1988. ودرب نادي الشرطة والقوة الجوية ومنتخب العراق تحت 20 عام، وآخرها نادي الزوراء. للأسف في آخر فتراته تعرض للتسقيط والمحاربة والظلم، وبعد ما توفى نفسهم اللي حاربوه طلعوا بالتلفزيون يبكون عليه. للأسف أبو هيا غادر الحياة أثر إصابته بفيروس كورونا في عام 2020 بعمر 56 سنة، ودفن في مقبرة الكرخ. ستبقى في قلوبنا دوما أيها النورس الطائر. أنا بصراحة يعني ماكو إنسان ما يخاف من الموت، ولكن الموت هو حق على كل إنسان، لكن أهم شيء إنه الإنسان يكون جاهز للموت، وأذكى إنسان واللي يعمر قبره.